رحبوا معايا بالفنان والنجم الكبير محسن محي الدين. النجم المتألق دائما الحقيقة اللي الدورة 17 بتحمل اسمه وهو يستحقها بجدارة، النجم محسن محي الدين. بقول لحضرتك طبعا يعني تستحق كل تكريمات الدنيا كلها، وطبعا منورني. الله يخليك، ألف شكر، ربنا يكرمك. تسلم يا فندم. الدورة كلها بتحمل اسم حضرتك، إحساسك بده إيه؟ ومهرجان مهم زي أوسكار إيجيبت بيحتفي بحضرتك. والله طبعا انا اشكر الاستاذ عادل عمار، وده زميل العمر يعني. فيعني مجهوداته كبيره جدا، وشوف ده الدوره 19، وانه ده كرم اخلاق منه انه هو تستاهلها يا فندم. الله يخليك، ربنا يبارك لك، الف شكر. فده يعني شيء جميل ان زملاء العمر بيقدروك، وبتبقى بالنسبه لهم ذكرى حلوه. زي ما حضرتك قلت من الطفوله في الفن، العمل اللي حسيت ان هو فرق معاك وابتدى الناس يشاوروا عليك وانت ماشي في الشارع ويقولوا ده الفنان اللي عمل هو العمل كان سنه 75، كان في علي مظهر فرصه العمر. طبعا ده اول في التلفزيون، وبعدين افواه وارانب. في السينما طبعا مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وعلى معايا العيال. فالثلاث حاجات دول خلوني بقيت معروف، وعشان كده تم اختيار الاسكندرية ليه. جميل. وكنت محظوظ يا أستاذ محسن لأن 3 أعمال مع نجوم كبار طبعا، كلهم علامات طبعا. طبعا كده يعني استاذ رشدي اباظه، مدام سميره احمد في عالم عيال العيال، وطبعا مدام فاتن حمامه، سيد الشاشه العربيه، واستاذ محمود ياسين، واستاذ فريد شوقي، ويعني مجموعه كوكبه من الناس الكبار. وطبعا فرصه العمر ده كان محمد صبحي واستاذ حسن عبدين ومدام زوزو نبيل، رحمه الله عليهم جميعا. ف يعني كانت سنه بالنسبه لي كانت فيها يعني اتعرفت فيها. بعدها طبعا تم ترشيحك من المخرج العالمي يعني طبعا يوسف شاهين لاسكندريه. شاف فيك ايه؟ يعني سالته ليه حضرتك اخترتني بصراحه، ولا ما كانش الموضوع في بالك؟ لا، هو ما كانش فيه اختيار يعني. هو كان بيسال على فتيان، فكان انا كنت شغال في افواه رانب مع مدام رجاء حسين، وكان زوجها الاستاذ سيف عبد الرحمن. ايوه، الفنان المعروف طبعا. فكان بيجي هو لمدام رجاء وبيشوفنا وبيعرفنا وبتاع، وعرف ان انا مميز في افواه رانب. فلما طلب فقال له في محسن محي الدين ده بيقولوا عليه كويس وبتاع. حتى لما رحت للاستاذ يوسف شاهين قال لي بيقولوا عليك ممثل كويس، يعني بيقولوا مش شافش حاجه، ما شافش. بيقولوا. فقلت له متشكر يا عم. فقال لي يا عم. بالنسبه له يعني في الوقت ده ما كنتش لسه مقدر هو اللي عجبه انه مخرج كبير، صح؟ لا، هو انا متعود من وانا صغير. لان احنا كنا مدام يعني ابله فضيله رحمه الله عليها كانت معودانا ان احنا كل اسبوع نعمل حلقه مع من العظماء، يعني نجيب نجيب محفوظ، نجيب محفوظ، يوسف السباعي، مخرجين كبار. جميل. يعني واحنا بنسالهم، يعني احنا اللي بنعمل اتاك، يعني فاهم، احنا اللي يعني انت اللي ليك اليد العليا، انت بتسال وهو بيجاوب. بالظبط كده. فعلمتنا ازاي الكبار دول نحترمهم، ولكن ما نخافش منهم، ما نهابش منهم. فلما اتعاملت مع الاستاذ يوسف شاهين، وكنت اتعاملت بقى مع مدام فاتن حمامه وكده، فبالنسبه لي الرهبه اتكسرت. ده عجبه في شخصيتك. ايوه، انك انت اقتحمته، وفي نفس الوقت كمان انه انا ما خفتش منه طبعا. وان في وشي في حبوب، وده كان عاجبه قوي الحبوب اللي في وشي. لانه كان يعني مراهق. فعجبوا الحبوب خدمت الشخصية. بالظبط كده. أخيرا عايزين نعرف الجديد بقى، أكيد إن شاء الله محضر لنا حاجة جديدة. في مسلسل دلوقتي بعمله اسمه 2 قهوة. إن
شاء الله حاجه مين هتعجبك. فريق العمل مع حضرتك؟ وطبعا المنتج الاستاذ احمد عبد العاطي، والاستاذ احمد فهمي الممثل، وفي ممثله سوريه اسمها ميرام، واستاذ معين فرغلي، وانا حضرتك يعني حب كريزي الموضوع كله، التورتايه كلها. الله يخليك، ربنا يبارك. وموضوع هيعجبكم ان شاء الله. بدأت تصوير ولا لسه؟ بدأنا تصوير. ان شاء الله يعني المسلسل يكسر الدنيا، وكل اعمال حضرتك جميله طبعا، وتأليف عمرو محمود ياسين. ايوه طبعا السيناريست الجميل يعني والده طبعا النجم الكبير الراحل محمود ياسين، واستاذ عصام نصار. النجم الكبير الأستاذ محسن محي الدين، ببارك لك مرة تانية على التكريم، ومليون مبروك، وإن شاء الله دايما كده تكريمات ودايما أعمال حلوة تمتع كل جمهورك بيها. ربنا يكرمك.